افتر المغرب وكرواتيا عمر. جمل ما يمكن نستنتجه في المباراة هذيا. نذكروا تعادل 0 مقابل 0 للمغرب ضد كرواتيا اللي هو نذكروا فيناليست البطولة الفارطة ضد فرنسا. تعادل كالتعادل مع فيناليست النسخة الفارطة نتاع كأس العالم. مقابلة ما كانت سهلة على المغرب، لكن المغرب تكتيكيا والمدرب الأجراجي ما عرف كيفاش يلعب. عرف خاصة انه كيفاش يمتص الضغط نتاع كرواتيا بصراحة اليوم عملت مقابلة كبيرة، والمغرب كيف المغرب كي تشوف انت مرابط وتشوف شنو يعني ملا ماتش عاديه ملا ماتش وملا لعب وملا روح. ممكن يظهر لي اكثر واحد جري في المغرب اليوم. حكيمي عمل مقابلة كبيرة. بونو كيف الحارس نعرفوه ديما عنده شويه في الشارع الرياضي في المغرب، ديما يقول لك معاه اشبيليا حارس كبير برشا يجينا للمغرب ما يعملش مستوى كبير ويعمل شويه اغلاط. اليوم بونو كان حاضر. مقابله كان ينجم يسجل فيها المنتخب المغربي. ما كانتش معنا اللي يسمع صفر يقول المغرب لعبت الدفاع وسكرت وقعدت تلعب وقعدت تستنى. لا، المغرب مشيت وجابت فرص وكان ينجم يسجل ويظل الفرصه، واهم فرصه اللي هي الحكيمي نتاع المخالفه اللي هو معناها كان ينجم يسجل هدف لولا تالق الحارس نتاع كرواتيا. عمر نحب نسالك سؤال، ثم ديفيرينس بين المغرب وكرواتيا؟ نحن اوكي كرواتيا فيناليست البطوله الفارطه، لكن المغرب عديد من المحللين يقولوا انه ينجم فريق هذايا بالملاعبيه اللي يلعبوا في الريال مدريد وفي البي اس جي وفي اشبيليا وفي تشيلسي، راهو ينجم يعمل المغرب هذايا في مينيموم ان ويتيام كارت فينال معناتها الحكيمي مرابط زياش المزراوي في البايرن بونو. يعني اوكي زاد الاخرين غاديك عندك راماريتش بيريسيتش كوفاسيتش مودريتش بروزوفيتش لوفرين. ما هوش افضل ما فماش ديفيرينس الحقيقه معناها. شوف كيف المغرب حتى الانديفيدواليتي نتاع المغرب خير. المغرب ملاعبيته يلعبوا على مستوى عالي وعالي جدا، والمغرب ملاعبيته راهو يلعبوا مش اللي هنا معكم لا تنسونا. لا مش في الليسته يعني ما انا مش في الليسته في ال 16 ويركش على البنك. لا يلعب توتيلير خويا ويماركي وتوتيلير انديسكوتابل. معناها تشوف انت وحكيمي ايش قاعد يعمل في البي اس جي. معناها تشوف بونو واخذ افضل حارس معناها في الدوري الاسباني. معناها المغرب عنده كل شيء. مرابط اللي حكيت عليه مرابط ملا شوف معناها عنده المغرب عنده كل المؤهلات باش انه يمشي دوزيام تور. لو انه يامن شويه بالحظوظ، ولو انه شوف ما مشكلتنا احنا العالم هذا. احمد المسيري وخالد رزق، يا مساء الفل يا شباب. قولوا لنا اماكنكم بتعملوا ايه واليوم ماشي ازاي واخبار التوافد الجماهير ايه. ماريو البرازيل كل يوم بيزيد العدد. ماريو البرازيل فنبدا كده بالمسيري. مساء الفل يا مسيري. صحيح عندك الحق. لا معنا مشكلتنا ديما نقولوا المغرب ما لازم تمن بحظوظ. مساء الفل يا كريم، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان من هنا من قلب العاصمه القطريه الدوحه. وزي ما انت شايف الصوره من خلفي تتحدث عن نفسها اجواء موندياليه مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق هذه النسخه الاستثنائيه من مونديال قطر. المغرب نجوم لقاء قطر مع الاوروغواي مع الاكوادور عفوا بعد غد ان شاء الله الاحد في تمام الساعه 7 بتوقيت قطر 6 بتوقيت القاهره. يوم بعد يوم بيزداد اعداد الجماهير التي تتوافد على قطر من كافه بلدان العالم. يمكن النهارده من خلال جولتنا في شوارع العاصمه القطريه الدوحه عشرات الالاف ينزلون الى الشوارع حاملين اعلام وقمصان منتخبات بلادين كنوع من الدعم والمسانده لهذه المنتخبات. يمكن خلاص ما عادش في وقت خلاص على انطلاق هذه النسخه الموندياليه. يمكن باقي المنتخبات ستصل غدا ليكتمل عقد المنتخبات المشاركه في هذه البطوله، واهم المنتخبات اللي هتصل الى العاصمه القطريه الدوحه غدا ان شاء الله منتخب البرازيل والبرتغال والكاميرون واورجواي، بالاضافه الى المنتخب البلجيكي اللي نال هزيمه النهارده امام منتخبنا الوطني بهدفين مقابل هدف وحيد. ويمكن خليني اقول لك يا كريم ان المباراه حظت باهتمام كبير خاصه من جانب الاعلام المغربي اللي كان حريص على متابعه هذه المباراه، وايضا الجماهير المغربيه. ديجا عندك حكيمي يا معلم المصري كونكورونس عندك حكيمي على اليمين لو ما تنجمش تمسه وتولي يلعب في البايرن ما يلقاش بلاصته في البوست في المجموعه الاصلي نتاعو هو اللي هو تضم بجانب المغرب ويمشي
كرواتيا وكندا وبلجيكا. يمكن اللجنة المنظمة اجتمعت اليوم بالمنتخب التونسي وسلمت في المجمل يوسف المساكني قائد الفريق كأس درع المشاركة درع المشاركة في هذه النسخة المونديالية. في الكان ساسي يمكن قال اللي احنا بننتظر دعم الجماهير العربية في هذه النسخة الاستثنائية من بطولة كأس العالم، وإن مباراة الدنمارك في افتتاح مشوار تونس في هذه البطولة هي مفتاح تونس للعبور للدور الثاني. دي كانت ابرز الاخبار والكواليس، والان تعود لك الكلمه كريم. تفضل. موجوده متحده. بشكرك يا مسيري، ومن مسيري لخالد رزق ونعرف اخباره ايه. يا خالد مساء الفل. يعني لينا المغاربه مع التوانسه مع المغاربه السعوديين والقطريين. مساء الفل عليك يا كريم، مساء الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يعني زي ما بنتكلم دايما على الجمهور، وهي الحاله الاهم في هذه البطوله بالتاكيد الروح اللي موجوده في هذا الحدث. يعني كان النهارده في سواق اثناء مرورنا كان بيتواجد وبدا يتواجد بقى خلاص الجمهور السعودي كان موجود بشكل كبير جدا، وكان ليهم هتافات وماشيين بيغنوا اغاني سعوديه جميله. ايضا كان في لقطه اخرى وهو الجمهور المغربي اللي كان ايضا ماشي في مسيره، وشاف واحد من الجمهور السنغالي اللي كان يعني بيهتف او كان ماشي لابس تيشيرت منتخب السنغال، قعدوا يحتفلوا باسم ساديو ماني وشالوا هذا الشاب ورفعوه على الاعناق وقعدوا يندهوا كتير بالتاكيد. زي ما شايفين طبعا جمهور كتير من تونس ومن المغرب ومن كل الاماكن اللي موجوده بالتاكيد. ده شيء اكيد بينبئنا بان هيكون في تشجيع كبير وهيكون في اجواء جميله داخل المدرجات. ايضا النهارده كنا متواجدين في يعني تمرين منتخب المغرب. حكيم زياش واشرف حكيمي ورفيقهم بالتاكيد كان حكيم زياش كان بيتمرن تمرين مع عدد من اللاعبين ومع بونو حارس المرمى بالتاكيد للمنتخب المغربي. كانوا متواجدين بيتمرنوا تمرين خفيف كده على جنب محللنا الفني طارق العليمي قال انه كرواتيا عرفت تجاري المنتخب المغربي وهي الاساسي مع باقي لاعبين النتيجه المغربي. كان النهارده داخل مركز اللاعبين عندهم ارتياحيه، عندهم تركيز كبير بالتاكيد لاجواء المباراه كاس العالم. كل يوم خلاص بيعدي وباقي خلاص نقول ساعات قليله على انطلاق هذه البطوله. بيكون التركيز اكبر، بيكون الروح اكبر، والحماس بيكون اكبر بالتاكيد. يعني كريم اكيد بنتابع مع حضراتكم دايما كل التفاصيل وكل الاجواء من داخل الشوارع ومن داخل السوق ومن داخل اماكن عديده عشان نقدر نرصد لحضراتكم كل التفاصيل للجمهور المتواجد. كريم دي كانت كل اجواءنا كواليسنا. نعود اليك مره اخرى، اتفضل.